بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسعد الله صباحكم ومساءكم بكل خير. طبعا احنا نلاحظ اللي هو اختفاء سيارات ساهر خلف اللوحات، خلف يعني مباني، خلف أي شيء، بحيث أن ساهر يصيدك وأنت ما تدري عنه. أنا صادني ساهر وأنا جاي عن طريق الدمام الرياض، وكان هو متخفي خلف لوحة إعلانية. فأنا لما صادني رجعت، طال عمرك دورت ورجعت له وكلمت له وقلت له ليش أنت بالطريقة هذه متخفي وليش ما تكون ظاهر للناس، وأصريت إني أكلم مشرفة. فزبدة الموضوع كله أن حابب أحذركم وأنبهكم وأعلمكم أن مشرفة قال لي في حالة أن ثبت أن سيارة ساهر متخفية وغير مرئية للناس، فالآن راح أمسح لك القسيمة اللي راح تنزل عليك. قال لي صور لي موقع، قال لي صور لي السيارة وصور لي موقعها وارسلها لي، وغضون 24 ساعة تكون قسيمة ممسوحة لك لو كان كلامك فعلا صحيح. فعلا أنا صورت السيارة وأرسلتها للمشرف، هم تبعهم وشاهدها ورجع وكلمني وقال لي نعم هذا الموظف مخطئ في الطريقة هذه، ونظامنا في ساهر أن السيارة تكون ظاهرة للجميع وليس تكون متخفية أو متربصة بالمارة. أنا حبيت بس أوضح لكم النقطة هذه علشان الناس تأخذ حذرها، وعشان الناس في حالة أن ساهر يعني صادها أو ساهر صورها أنه يرجع ويكلم مشرفة طال عمرك ويبلغها بالشيء هذا ويصور موقع إذا كانت السيارة مختفية، يعني خلال 24 ساعة إن شاء الله تعالى راح يتم إسقاط القسيمة عنك. هذا ما حبيت التنويه عنه للجميع وللاستفادة. أرجو نشر المقطع ليعم كافة المجتمع. تحياتي لكم جميعا.